ازيكم؟ فيديو النهارده هنتكلم عن سؤال غريب بس كلنا فكرنا فيه قبل كده، وهو يا ترى ليه في ناس كتير بتحس ان اليابانيين شبه بعض؟ يعني ليه لما نتفرج على مسلسل ياباني او برنامج هناك نحس اننا تايهين ومش عارفين نفرق مين عن مين، مع ان هما من وجهة نظر بعض بيشوفونا احنا كمان شبه بعض؟ قبل ما ندخل في التفاصيل خليني احكي لك موقف بيحصل مع ناس كتير. تبقى قاعد مع اصحابك وتتفرجوا على انمي او فيلم ياباني، وفجأة حد يسأل هو ده مش نفس الشخص اللي كان من شوية؟ فترد عليه وتقول لا يا عم ده واحد تاني، هم بس شبه بعض ونتوه اكتر كل ما الحدوته تكمل. طيب ايه بقى السبب؟ تعال نفهم الموضوع علميا وببساطه. المخ بتاعنا اتبرمج من واحنا صغيرين انه يميز الملامح اللي بنتعرض لها كتير، وهنا يجي اللي العلماء بيسموه other race effect، وده معناه ان المخ بيبقى شاطر قوي في تمييز الوجوه اللي من نفس الخلفيه اللي انت متعود عليها. وبالعكس لما تشوف خلفيه جديده او ملامح مش انت متربي عليها، المخ يبتدي يعمل اللي ممكن نسميه بقى تبسيط للمعلومات. يا عم هو بوقك ده اللي اتلخبط ولا احنا اللي مش مركزين؟ بص يا صاحبي، المخ بيشوف تفاصيل الوش على حسب خبرته بيها. يعني انت من وانت صغير بتشوف ملامح عرب، مصريين، افارقه، اوروبيين، وهكذا، فبالتالي بتعرف تفرق بين تفاصيل بسيطة جدا ممكن غيرك ما ياخدش باله منها. بس لما تشوف يابانيين بقى المخ يعامل كل الوجوه دي كأنها نفس القالب، لأنك مش متعود تلاحظ الاختلافات اللي هم شايفينها واضحة جدا عند بعض. وده مش معناه إنهم شبه بعض، فعلا ده معناه إنك أنت اللي مش متعود على الاختلافات السهلة اللي هم شايفينها بكل وضوح. طيب ليه بقى هم بيشوفونا إحنا كمان شبه بعض؟ نفس الفكرة، المخ عندهم اتعود على شكل العين والجلد وتوزيع الملامح في آسيا، فبالنسبة لهم شكل العرب والأفارقة والأوروبيين بيبقى غريب، فبتبان الملامح شبه بعض. فاكروا لما أول مرة شفت طفلين في مدرسه وحده وما كنتش قادر تميز بينهم، بس زمايلهم بقى كانوا شايفين الموضوع غاية في السهولة لأنهم متعودين عليهم؟ وده بالظبط اللي بيحصل معانا ومع اليابانيين في نقطة كمان بتزود موضوع الشبه، وهي إن اليابان مجتمع بيحب الالتزام واتباع الموضة اللي ماشية في الوقت ده، وهتلاحظ ده في اللبس، قصات الشعر، المكياج، خصوصا في المدارس أو الشغل أو الأماكن الرسمية، فبيظهروا قدامك بشكل متقارب جدا. غير بقى إن الإضاءة في الإعلانات والبرامج والألوان اللي بيستخدموها ساعات بتخلي الملامح نعمة ومتشابهة أكتر. حاجة كمان ممكن تخليك تحس بالشبه إن الإعلام هناك ساعات بيحب نوع معين من الوشوش، فلو بتتفرج على برامج مشهورة أو مسلسلات هتلاقي كذا ممثل بستايل متقارب جدا، فتبقى حاسس إن كلهم صوروا واحد ورا بعض، بس الحقيقة العكس، كل واحد ليه ملامح خاصه بيه، بس دماغنا بتكتشف الاختلافات دي بعد وقت وتعود. طب خليني أضرب لك مثال بسيط. لو أنت سافرت اليابان وقعدت هناك شهرين 3 هتلاقي نفسك فجأة بقيت قادر تميز بين الناس بسهولة، وده دليل واضح إن الموضوع مش إنهم شبه بعض، الموضوع موضوع تعود وخبره المخ. كل ما يتعرض أكتر كل ما يبقى أدق في التمييز. إحنا أحيانا ننسى كمان إن الملامح البشرية ماشية بقوانين طبيعية وحده. يعني أي مكان هتروح فيه هتلاقي ناس عيونها كبيرة وناس صغيرة، ناس شعرها ناعم وناس أخشن، ناس مناخيرها عريضة وناس رفيعة. مفيش مجتمع كله نسخه وحده من بعض. والأهم من كل ده إن كل شخص على مستوى دي إن ليه بصمته الخاصة في الجينات والملامح. الشكل الخارجي بس جزء صغير قوي من الهوية الحقيقية لأنه بيبان من بره، لكن التفاصيل اللي محدش بياخد باله منها هي اللي بتميز كل واحد عن التاني. طيب خلينا نرجع للسؤال الأساسي، ليه بنحس بالشبه؟ ليه اليابانيين نفس بعض؟ بالنسبة لنا الإجابة بسيطة، لأن مخك مش متعود عليهم، لكن لو اتعود هتلاقي نفسك بتشوف اختلافات كبيرة بين كل شخص والتاني، نفس الاختلافات اللي هم شايفينها من أول لحظة. الخلاص هو إن مفيش شعب شبه بعض ولا في مكان في العالم كل الناس فيه طبق واحد. البشر مختلفين بشكل ضخم، لكن دماغنا بتختصر التفاصيل لما تكون جديدة.